السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم تسمعونا وتشاهدونا. هذه يمكن تكون الحلقة الأولى، قد تكون الأخيرة، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة، ببودكاست نتكلم فيها على أهم الأمور اللي ربما يصعب الحديث عنها. ولما أقول يصعب الحديث عنها أقصد فيها إنه تختلف من شخص إلى آخر، من معتقدات إلى أخرى. من أهم النقاط هذه اللي ممكن نطرحها، وهي فيها ديبيت كثير وفيها اختلاف الآراء، وقد تجد رأيين متتاليين في هذا الموضوع، ألا وهو إنه لما يشتغل الدنتست as a dental assistant، وخصوصا في الوطن العربي. الموضوع هذا قد يختلف من شخص إلى آخر بجميع آراءه، ولكن راح نطرحه هو موضوع للنقاش اليوم. ومن وجهة نظري الدنتست لابد أنه ما يشتغل dental assistant unless إذا هو في 4 situations، 4 حالات فقط أنك تشتغل فيهم dentist as a dental assistant. وأقصد في هذه الحالات هم الحالات اللي بتخليك أنت تنزل من مستوى أنك طبيب إلى طبيب أسنان، إلى مساعد طبيب أسنان. وهذا لا يعني إنك أنت نزلت، إنك قللت من القيمة أبدا. بالعكس، أنا كطبيب أسنان أعتبر الدنتال أسيستنت هو الذراع اليمنى وأحد أسباب نجاح العيادة. فلما نيجي نقول الدنتال أسيستنت إنك أنت كدنتست أو طالب أسنان، خصوصا طلاب الأسنان إنهم يشتغلوا مساعدين أطباء. خصوصا الآن أنا أتكلم في سنة 2023 اللي قاعدين نسجل فيها، لأنه احتمال هذا المقطع يسمعوا ناس بعدين ب 2030. الآن إحنا متوفر عندنا الإنترنت، وسهولة وصول الإنترنت أسهل من شرب الموية حاليا. طيب، حتى اشتراكات الإنترنت تشترك لمدة شهر كامل أقل من سعر الموية اللي أنت هتشربها لمدة أسبوع. فليش أنا طرحت هذه النقاط؟ لأنه هتكلم على 4 حالات فقط اللي ممكن تشتغل فيهم سواء إنك طبيب أسنان أو طالب أسنان بالسنوات الأولى وبالسنوات الأخيرة تشتغل أسيستنت. غير كده ما أنصح أبدا بالشغل كأسيستنت، وهطرح الأسباب ليش إنه أنا ما أفضل أبدا إنك تشتغل سواء طالب أسنان أو طبيب أسنان as a dental assistant إلا في هذه ال4 الحالات. وأتمنى تسمعها للنهاية عشان تعرف الفرق وعلى أي أساس تم اختيار هذه الأمور. وهحكي بعض القصص، تحملوني شوي، اللي هو ليه وعلى أي أساس بنيت هذه المعتقدات. لأنه زي ما قلت لكم الموضوع هذا قد تلاقوا ناس يتفقوا فيه وناس يختلفوا فيه. طيب، مبدئيا الدنتال أسيستنت، وزي ما قلت سابقا، هو اليد اليمنى لطبيب الأسنان، وأحد أهم أركان نجاح طبيب الأسنان أو العيادة نفسها. فجميع الكلام اللي حقوله أنا أبدا ما تقليل فيهم، ولكن مرة أخرى أنا بتكلم أنت كطالب أسنان وأنت كطبيب أسنان ليش أنت مفروض أنك ما تشتغل إلا في ال4 الأسباب هذه. طيب، السبب الأول إنك تكون طالب سنة 3 أو بداية 4 قبل ما تدخل العيادات، إنك تشتغل فقط كمساعد طبيب أسنان لمدة شهر واحد فقط. ليه؟ فقط لأنك بسنة 3 بالأغلب هتدرس البري كلينيكال، والبري كلينيكال هذه أغلبها حاجات أنت هتسمعها ولكن ما شفتها. وحتدخل سنة الكلينيكال اللي هو السنة 4 العيادات، هتبدأ تشوف حاجات أنت ما عارف اسمها. فالاثنين عكس بعض، واللي بيربطهم إنه المفروض إنك تشوف الحاجات هذه أثناء دراستها. فشغلك كدينتال أسيستنت أنت هتستفيد، ولكن زي ما قلت لمدة شهر واحد فقط، تتعلم فيه أسماء المواد وأسماء الماتيريال وأسماء الانسترومنت وتشوفها على أرض الواقع. هتستفيد من الدكتور؟ ما أظن بشكل كبير، لأنه أنت يا دوب لسه في المرحلة النظرية والمرحلة ما قبل العملية. تمام؟ طيب، هذه النقطة الأولى. زي ما اتفقنا، النقطة الأولى إنك تكون طالب أسنان سنة 3 نهايتها أو سنة 4 بدايتها، وتروح تشتغل لمدة شهر واحد. طبعا أحد أسس ارتكاز إنك تشتغل كدنتال أسيستنت مفروض إنك تأخذ عليها راتب. تمام؟ هتقول لي لا أنا حابب أتعلم وما حابب أتعلم. حبيبي، لا، عشان أعطيك نقطة معينة تحطها في بالك. لو أنت طالب ثانوي في دولة
بأمريكا ببريطانيا وغيره، في عندهم نظام تدريبي اسمه دنتال نيرس تريني، إنه بيمسكوا الطالب هذا أو شخص يعني متخرج من الثانوي، يقولوا له تعال عندنا تدرب لمدة 2-3 بعض الأماكن 2-3 تدرب عندنا، هنديك راتب وحنخليك مؤهل إنك تكون دنتال أسيستنت مسجل لدى النقابة أو المجلس الطبي اللي موجود في بلدك. فبيسجلوه دنتال نيرس أو دنتال أسيستنت وبيعطوه راتب وهو خريج ثانوي. فما بالك أنت كشخص أنت أوريدي قاعد تدرس أسنان وسنة ثالثة، فهذا المفروض أنه تحط بالك المفروض أنه في راتب. طبعا للأسف في الوطن العربي إنه بيشغلوك حتى وأنت خريج أسنان، بيخليك تشتغل أسيستنت حتى أحيانا من غير راتب أو براتب بسيط جدا بحجة أنك هتتعلم. هنيجي بعدين هذه المواضيع الأخرى، ولكن باعتبار السيتويشن أو الحالة اللي يعيشها الوطن العربي إنه بيشغلوك من غير راتب في أغلب الحالات. إذا لقيت اللي بيشغلك في راتب كل شكرا، مع إنه هذا أقل حقوقك، لكن هذا الحاصل. ففي حال إنك سواء اشتغلت براتب أو بغير راتب لا تشتغل أكثر من شهر في الحالة اللي ذكرتها، اللي هو إنك أنت طالب سنة ثالثة أو بنهايتها طالب سنة رابعة بدايتها فقط، بعد كذا ما تشتغل. تمام؟ طيب الحالة الثانية إنك تشتغل دنتال أسيستنت، إنه والله أنت شغال في جامعة ما موفرة أدوات، ما موفرة إنسترومنت، أنت في بلد ما فيه أجهزة متطورة وما إلى ذلك. مثلا نقول أنت كنت شغال طبيب في دولة معينة من دول العالم الثالث، وتيسرت الأمور إنك تشتغل في دولة شوية متطورة، أو ممكن بنفس الدولة اللي أنت فيها ولكن في عيادة جدا متطورة، وتشتغل عندهم كدنتال أسيستنت. وأنا ما حقول لك هنا إنه أنت ما تشتغل، ولكن حقول لك تشتغل لمدة 6 شهور أو ماكسيمم ل3 شهور. والغرض من إنك تشتغل في الحالة هذه طبعا إذا أنت خريج المفروض إنك في مرتب، هذه من غير أي نقاش. تمام؟ وإذا أنت ما أنت خريج المفروض كمان بمرتب من غير أي نقاش. ولكن إذا اضطررت إنك تشتغل من غير مرتب، وتشيز أنا ما أفضلها أبدا وأبدا ما تقلل من مكانتك، لأنه حتى الدنتال أسيستنت العادي هياخذ راتب. إنك تشتغل لمدة 3 شهور على أقل تقدير إلى 6 شهور ما تزيد عليها. الغرض منها سواء كانت مرتب أو من غير مرتب إنك تشوف الأجهزة الجديدة، تتعلم على استخداماتها، مع العلم إن إذا تيسرت لك الأمور وعندك فلوس في أغلب الحالات الأجهزة الكبيرة إنك لما تشتريها أصلا بيعطوك كورس تدريبي لاستخدام هذا الجهاز من الشركة نفسها ومجاني، يعني مجرد إنك تشتري الجهاز، ولكن على أمل إنك أنت تتحفز، وهذا بيخليك إنك تحاول تجمع فلوس وتشتغل وتستثمر لحتى تشتري هذه الأجهزة، فإنك تشوفها وتستخدمها أو تشوف الناس يستخدموها وكيف سهلت لهم حياتهم وتتعلم عليها في وقت مثلا ما في مرضى موجودين. هذا طبعا إذا ساعدك الدكتور اللي معك في هذه الحالة. هذه الحالة الثانية اللي ممكن أنت تشتغل فيها. وزي ما قلت لكم مسألة أنا قاعد أذكر الراتب لأنه صراحة للأسف لا يوجد تقدير للعمل، كون إنك أنت قطعت مسافة، كون إنك أنت ركبت مواصلات أو بسيارتك بنزين وغيره حتى تصل إلى الدكتور عشان تكون مساعد له، حتى ما بيحسبها هذه في أغلب الحالات. وهذا للأسف جدا 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 منتشر إنك تشتغل من غير راتب. ويمكن أحد الأسباب هم الطلاب نفسهم أو خريجين الجدد، لأنه هو بيقول خليني بروح بس استفيد. لو كل الأطباء أو كل الطلاب رفضوا إنه يروحوا إلا في راتب، فالدكاترة حيطلبوا هذول الطلاب إنهم يجوا ويعلموهم وبراتب، يعني بيدوهم راتب. لكن إحنا نقول يعني الواحد برضه يكون واقعي أمام الأرض الواقع، ولكن زي ما قلت لك حاول تسعى إنه يديك راتب، وفي أغلب الحالات اللي حتستفيد منه أكثر هو اللي حيديك راتب لأنه هو مقدر تعبك. تمام؟ يعني في أغلب الحالات حطها في بالك. طيب ولو لاحظوا إلى الآن أنا ما قلت إنك تستفيد من الدكتور من كلامي ونقاشي معاك، إنه كلامي إنه أنت إلى الآن ما فيه إنه أنت حتستفيد من الدكتور بوجودك. الأول إنك هتستفيد فقط إنك كطالب هتستفيد المواد الماتيريالز والانسترومنت تتعرف عليهم ولمدة شهر فقط. الحالة الثانية اللي ذكرتها إنك أنت خريج مثلا وسنة رابعة سنة خامسة رايح تشتغل في عيادة هاي كلاس أو في دولة ثانية كدنتال أسيستنت، لأنه عندهم أجهزة جديدة متطورة، فأنت هتستفيد من وجود الأجهزة هذه كيفية استخدامها. طيب أجي على الحالة الثالثة، وهي الحالة اللي تبدو نوعا ما واقعية، اللي هو إنه أنت مضطر إنك تشتغل يعني بوظيفة لسبب الوضع المالي اللي عندك، وأي شغلانة متوفرة أخرى غير الدنتال أسيستنت
هي أقل راتبا من الدنتال أسيستنت. فأنت في هذه الحالة أنت كده بتروح تشتغل عشان توفر فلوس، وأنت طالب إلى الآن، أنا ما بتكلم أنت خريج، أنت طالب أو على أقل تقدير إنك خريج. فأنت تروح تشتغل دنتال أسيستنت لأنه الراتب الآن في الدنتال أسيستنت هو أعلى من أي شغلانة ثانية كفي سوبر ماركت، كور سنتر، أي حاجة أخرى. تمام؟ وبنفس الوقت هي في مجالك فتشتغلها بسبب الراتب. تمام؟ الحالة الرابعة وهي الحالة إنه أنت خريج وعندك اللايسنس كطبيب أسنان، وأنت كطبيب أسنان ما لقيت شغل كدنتست، ولكن لقيت شغل كدنتال أسيستنت في دولة أخرى من الدول العالم الأول، أو على أقل تقدير من دول الخليج نوعا ما بنتكلم، براتب يعادل راتب الطبيب اللي في دولتك، أو في راتب أعلى من راتب الطبيب اللي في دولتك، أو وهذه حالة في بعض الحالات جدا إنه أنت مخطط للاستقرار في البلد الفلاني. طيب الكلام هذا يبدو مبهم، راح أوضحه بمثال. أنت مفكر نفسك إنك بتروح تسوي المعادلة حق أمريكا أو حق بريطانيا، فأحد أسباب معاناة المعادلة هذه اللغة، ثانيا المبلغ المادي، ثالثا وجودك في البلد هذا. فلو توفرت لك فرصة dental assistant which is not required anything، يعني ما محتاجة أي حاجة منك غير أوراقك إنك أنت خريج طبيب أسنان، والله هم بيستقبلوك تمام. هتبقى بس مشكلة الفيزا. في بعض الأماكن بتوفر لك sponsors الفيزا، إنه تعطيك فيزا دعم إنه يدخلوك للبلد. فأنت تروح هناك تشتغل براتب معين، على أمل بهذا الراتب تجمع فيه وتمتحن معادلة البلد هذا. فمثلا تفكر أنت تجلس في بريطانيا تختبر في بريطانيا، إلى يومكم هذا اختبارات بريطانيا للمعادلة أغلبها وجودها في بريطانيا. فكون إنك تكون موجود في بريطانيا هذا أحد أسباب إنك أنت ممكن تمتحن. الأمر الآخر إنها مكلفة نوعا ما، فراتبك هناك يعادل الأسعار اللي هم بيقولوا عليها. بهذه الطريقة أنت وفرت فلوس وجودك في هذا البلد، وإنك هتسوي المعادلة هناك وتعرف سيستم النظام اللي هناك. الأمر الآخر مساعدتك في خلال هذه الفترة اللي أنت شغال فيها دنتال أسيستنت والمعادلة تحسب لك من سنوات اللي أنت هتاخذ فيها الجنسية. في هذه الأربع الحالات أنت تشتغل دنتال أسيستنت. طيب غير هذه الأربع الحالات ما تشتغل ليه؟ طبيعي في الحين أخصائيين بيجوا يقولوا إحنا اشتغلنا دنتال أسيستنت واستفدنا، كنا بنتبع دكاترة وبنستفيد منهم. طبيعي منكم من الطلاب الآن ممكن يكون شغال دنتال أسيستنت يقول لي أنا قاعد استفيد من الدكتور اللي قاعد أنا شغال عنده، وطبيعي ألاقي خريجين يقولوا لي إنه استفادوا من الدكتور اللي قاعد شغالين عنده. لا، أعطيك بس صورة توضيحية فقط. على فكرة أنت لو رحت اشتغلت مع عاملين النظافة الله يجزاهم خير هتستفيد منهم، إنه كيف يلم الزبالة بأسرع وقت، إنه كيف يحافظ على نفسه وما يجرح نفسه وما يتوسخ بأي حاجة. فأنت كده هتتعلم في أي مكان أنت رحته هتتعلم حاجة جديدة. نتفق على هذه النقطة، تمام؟ ونتفق على نقطة اللي لابد أنك تبدأ الآن تغير تفكيرك من ناحيتها، ألا هو التايم والكوست والإفكتفنس، يعني الوقت والتكلفة المالية والإفكتفنس اللي هو فعاليته عليك أنت. يعني مثلا الوقت اللي أنا هبذله علشان أنا أشتري سيكل أو دراجة هوائية ب$200، أنا محتاج أن أشتغل شهرين. طيب الكوست $200 اللي هو إيش؟ سعر الدراجة الكهربائية. الإفكتفنس بتوصلني لمكان شغلي في 10 دقائق، تمام؟ إنه أنا هستفيد منها بهذه الناحية. كذلك الدنتال أسيستنت أنا هستفيد. طيب هستفيد قد إيش؟ كم هدفع في مقابل هذه الاستفادة؟ الوقت اللي هستفيد منه. طيب أنا حابب منك الآن، سواء أنت دنتال أسيستنت شغال أوريدي أو شخص حابب يدخل دنتال أسيستنت كطبيب أسنان أو طالب أسنان، حط في بالك إنك أنت الآن لو حابب تشتغل كم كمية المعلومات اللي تستفيدها من الطبيب اللي شغال على المريض، والمريض هذا دافع فلوس، والطبيب ما يقدر يوقف أغلب الوقت ويقول لك ويشرح لك على المريض إيش هو اشتغل، ولا أنت قادر تشوف بنفس النظر اللي بيشوفه المريض. كم قد المعلومات اللي ممكن تكتسبها من الطبيب، كم التكلفة اللي أنت دفعتها علشان تحصل على هذه المعلومة، وقد إيش الوقت اللي أنت استفدته. بمثال، وهذا ليش أنا بقول لكم إياه؟ عشان أنا بفتكر مرة من المرات كنت في سنة ثالثة، وفي الجامعة اللي كنت أدرس فيها في عندهم نظام بيسموه قوافل. يعني بسنة ثالثة أنت نهايتها كده
تطلع قوافل إجبارية لمدة شهر تشتغل في أماكن ريفية وتسوي أعمال، سواء تعليم طلاب مدارس، تثقيف، تنظيف أماكن معينة، ومنها إنك تعالج المرضى مع ناس أكبر منك، يعني من الأطباء يشرفون عليك. فالشاهد في الموضوع إنه حصل لي ظرف معين، والدتي ربي يحفظها ويرحمها ويحفظها يا رب إن شاء الله، كانت تعبانة ومحتاجة تعمل عملية، فاضطررت إني أسافر، فما حضرت هذه القوافل، فسميت من المخالفين، فبيسموها خوالف. فالشاهد في الموضوع إني شفت كثير من الزملاء بعد ما حضروا القوافل، في ناس سنة ثالثة عملوا أنستيزيا، في ناس أدوا البنج، في ناس عملوا حشوة خفيفة، في ناس عملوا سكيلينج خفيف، في ناس عملوا اكستراكشن ولكن سيمبل اكستراكشن. يعني الطبيعي يؤتي للإنسان الغبطة، وطبعا الغبطة هنالك فرق بين الغبطة والحسد. الغبطة هو تمني نفس الشيء اللي عند الشخص الآخر من غير زواله، الحسد إنك تتمنى إنه يزول من عنده. فالشاهد في الموضوع إنه جتني الغبطة وحسيت فيها إنه نفسي أكون في نفس مكانهم برضو، وحسيت إنهم بيكونوا متقدمين علي. فالشاهد في الموضوع إنه بعدين إحنا نزلنا سنة رابعة، في بداية سنة رابعة أسمع كثير من الزملاء أنا نازل أسيستنت في عيادة، أنا نازل أسيستنت في عيادة، أنا نازل أسيستنت في العيادة. فما أخفيكم أنا أصلا ضد كنت الفكرة هذه، ولكن قلت الموت مع الجماعة رحمة. فالشاهد في الموضوع إن لما رحت وبدأت أشتغل، لاحظت إني أنا بروح تقريبا شبه يومي، أو على أقل تقدير 3 أيام بالأسبوع أو 4 أيام بالأسبوع، دوام تقريبا بين 6 ساعات إلى 8 ساعات بتكون شغال. بركب مواصلات بتاخذ مني نص ساعة تقريبا رايح، نص ساعة راجع. فبنتكلم لو أنا شغال 6 ساعات مع مواصلات ساعة، 7 ساعات، إذا 8 ساعات، فأنا مع المواصلات 9 ساعات يوميا كانت تضيع مني. طيب أنا لما كده أروح هناك بلاحظ نفسي إني كنت بجهز الكرسي قبل ما يجي المريض بيجي، بكون ماسك السكشن، بكون قاعد مع الدكتور، ظهري نازل، ما بشوف كويس عشان ما أغطي على الدكتور النور كل حاجة. الدكتور بيشتغل، المريض قاعد ما بيقدر يشرح لي، حتى لو كان طيب جدا الدكتور بيقعد معاه شوي بيعطيني كلمتين عن الموضوع، بس أنا ما بكون شايف. فبرجع بيروح المريض بلاقي نفسي قمت عملت ديسانفكشن، نظفت المكان، عملت ستيرلايزيشن، ورجعت جهزت الأدوات، جاء المريض الثاني، وهكذا. لقيت إنه خلال الشهر هذا أنا عبارة عن أسيستنت، ما قاعد استفيد كطبيب أسنان. يعني أنا بستفيد كحاجة إني أكون شغال أسيستنت. وعشان تعرف الفرق، إنه أنا هعرف الدكتور لما يجي يقول لي يبغى أو هو داير أو يريد أو عايز مثلا يعمل حشوة كومبوزيت، فأنا أكون عارف إيش الأدوات اللي أوفرها له. لكن طريقة العمل، الاستفادة اللحظية أو التكنيكال ستيبس زي ما يقولوا، أو الكلينيكال ستيبس، أنا ما حستفيدها. طيب هتقولي لا في ناس يستفيدوا، هنرجع على هذه النقطة بعد شوي. أنا ما حستفيدها. فلقيت إنه خلال اليوم كامل 6 ساعات أو 8 ساعات اللي أنا قاعدة أقعد فيها مع الطبيب، وكنت بيعطيني راتب معين لأنه أنا كان لي سمعة وقتها، فما كان يعني كطالب ما كان يعني بيقول لي من غير فلوس، لأن أنا كنت رافض الفكرة هذه. فكان بيعطيني مرتب بسيط صراحة يا دوب يعني يغطي لي المواصلات. فالشاهد في الموضوع إنه لما لقيت إنه الكوليكشن تبع الداتا اللي أنا استفدتها في مقابل ال7 ساعات هي عبارة عن 10 دقائق. يعني لو جيت لنهاية اليوم وقلت لي يا دكتور جمال أنت إيش استفدت خلال ال7 ساعات هذه وأنت هنا في العيادة، أقدر أسرد لك إياها على ماكسيموم تايم هو 10 دقائق. يعني التوتال بنفيت 10 دقائق. طبعا مو بشكل يومي، يعني في أيام هتستفيد، في أيام ما هتستفيد. في أيام هتستفيد الإفادة هو عبارة عن دقيقة فقط، المعلومة اللي قال لك إياها هو عبارة عن دقيقة. طيب لما جيت أناظر أشوف إنه الآن أنا عندي 10 دقائق بستفيد على أقل تقدير نقول إنه يوميا شبه يومي، فعندي 7 ساعات أنا بصرف فيها مواصلات رايح جاي، بضيع وقت نص ساعة رايح نص ساعة جاي، مع 7 ساعات أنا مضيعها as assistant، غير المجهود اللي لما أركب المواصلات طبعا ما في تكييف، غير التعب لأني ماني نايم 7 ساعات تكون أنت مجهد وغيره، غير عدم الراحة اللي هو أصلا أنت ممكن في وجبة مضيعها ما حتاكلها سواء عشاء غدا، ولو صرفتها تلاقي إنه زادت الميزانية الآن إنك صرفت السيادة. فقعدت أفكر بالمنطلق هذا اللي هو time cost effectiveness، أنا ممكن أعمل إيش بالضبط اللي عشان أنا أقدر استفيد أكبر كمية ممكنة. نرجع للنقطة اللي كلمتكم عليها أول، إنه الآن إحنا في عام 2023 وجود الإنترنت عندنا أرخص من الموية، أو الوصول له أسهل من الموية. وأقصد في الكلام هذا إنه تفعيلة الإنترنت الآن لمدة شهر أقل من سعر الموية اللي أنت هتشربها لمدة سنة. طيب الآن يا جماعة في حاجة لو تدخلوا اليوتيوب
يعني للناس اللي ما يعرفوا اليوتيوب. طبعا في ناس اعلى من كده شويه هنتكلم عليه، اللي عنده فلوس شويه خفيفه، خصوصا اللي يشتغلوا من غير راتب كاسيستنت، يعني انت قاعد تدفع مواصلات فاعطيك فكره احسن. طيب يعني في حاجه اسمها يوتيوب. اليوتيوب هذا ببساطه اكتب كلينيكال ستيبس اوف، وبعدين اطرح الموضوع اللي انت حاب. كلينيكال ستيبس اوف انتيريور كومبوزيت، كلينيكال ستيبس اوف فينير، كلينيكال ستيبس اوف كذا شيء فلاني. حابب اعطيك تركايه كذا زياده تفيدك في البحث، اكتب اندوسكوب او اندر مايكروسكوب. تمام، يعني بالبحث وانت كاتب كذا اكتب فينير بريبريشن اندر مايكروسكوب فول اتش دي، اندودونتيك تريتمنت، روت كانال تريتمنت، اكتب مثلا فايل باي باس، ريتريف بروكن فايل، اي حاجه امبلانت، واكتب اندر مايكروسكوب. هيجيك فول كلينيكال بروسيجر مصوره اندر مايكروسكوب فول اتش دي، بعضها وصلت 2K او 4K، مصوره الكلينيكال بروسيجر قاعده تامه. الدكتور بعد ما عالج المريض وكل حاجه وخر من المريض، اخذ التسجيل هذا قام منتجه. العمليه هذه اخذت مثلا 5 ساعات 6 ساعات، نقول 3 ساعات، نقول ساعه. هو يقوم يعدل المقطع، يشيل الاشياء اللي ما لها داعي، يشيل انتظار انه انا منتظر ادور وين السكشن، شال الوقت اللي هو انا اعمل السكشن، شال الوقت اللي هو انا اعمل مثلا اني ادجستمنت ولا اعمل تضبيط لاي حاجه. قام عمل لك عليه اوفر فويس، يعني بعد ما سجله اخذه وقام يعلق على المقطع، فيشرح لك كل ستيب خطوه بخطوه. وهذا انت تشوفه من بيتك تحت المكيف شارب قهوه، بمقطع تستفيد في خلال 25 دقيقه. هو كان عامله في 3 ساعات، انت في خلال يوم كامل جلست بس 25 دقيقه اندر مايكروسكوب فول اتش دي مع شرح كامل للموضوع، واستفدت اكثر بكثير. متخيلين؟ تخيل كل يوم انت تعمل نفس هذا الشيء، صدقني هتستفيد كثير. طيب انا هذه بالنسبه للناس اللي يعني قاعدين ياخذون راتب. طيب بالناس اللي اصلا ما قاعدين ياخذون راتب، فانت قاعد تدفع فلوس. صدقني واحده من الاساليب غير اليوتيوب، في كورسات مدفوعه، ولكن احرص انك تدور على الدكتور اللي يشرحه كويس، ما تناظر على الاعتمادات اللي هو ماخذها او الشهادات اللي هتاخذها مقابل الكورس. لانه الحين امريكا يقول لك ADA وما اعرف ايش، اغلبها اما كانت مزوره فهي عمليه شراء. وانا ما حدخل في حته انه انا تو جادج الشهادات هذه وان كانت يعني حقيقيه، ولكن زي ما قلت ثاني، اغلبكم الان طلاب في الجامعات، والدكاتره اللي عندكم اقلهم ماخذين ماستر من جامعات معترفه. يعني دكاتره اصلا المفروض انهم كمان بعضهم قاعدين يشرحوا كورسات برا. فالاولى انك انت المفروض انك ما تدور على مكان تستفيد منه اكثر من الدكتور اللي يشرح لك، فالاولى انه هو يشرح لك احسن. معنى ذلك عدم وجود الشهادات لا يعني انه هذا الشخص هيشرح لك وانت هتستفيد 100%. احيانا انت تستفيد من زميلك اللي في الدفعه وقاعد يشرح لك اكثر من استفادتك من الدكتور اللي عنده ماجستير. فاحرص على اختيار الدكتور بطريقه شرحه اللي انت تفهمها. نجي على النقطه الثانيه، انه انت ممكن تاخذ كورسات اونلاين مدفوعه بتعطيك يعني حاجات اضافيه اكثر من المجانيه، او ممكن تاخذ كورسات اوفلاين حضوريه بمراكز تدريبيه لدى دكاتره انت تعرفهم شرحهم كويس. لا تهتم بالشهاده، شهاده روتري، شهاده لوكال انستيزيا، شهاده ماينر سيرجري، هذول كلهم شهادات ما حتفيدك في مجال الشغل. اللي حيفيدك انك انت تعرف تشتغل الحاله هذه. في الشهاده انساها، تمام؟ حتى ما هتضيفها في السي في لانها ما منها فايده. شهادتك البكالوريوس لوحدها قويه جدا. انا استفيد ايش من شهاده تقول لي انك انت عامل ماينر سيرجري؟ ما حستفيد منها حاجه، لانه اوريدي انت في عندك 4 أو 6 سمسترات ماخذ فيهم اورال سيرجري. انك تشتغل روتري المفروض انك تدرسها هذه اصلا في الجامعه وتشتغل روتري من الجامعه. فما حنيجي من هذا على برا يعني. فاهم شيء انك تختار الكورس المناسب لك. طيب ليش انا قلت اقترح كورس ما تشتغل دنتال اسيستنت؟ اولا لانه الاسيستنت انت هتكون عباره عن موظف، تروح بعد ساعات معينه كثيره، تصرف عليها فلوس انت لانك رايح جاي مواصلات، هذا غير وجبتك والمويه والشرب وغيره. الامر الاخر انه في الدنتال اسيستنت انت قاعد تشوف، وفي اغلب الحالات ما تشوف كويس. في الكورس انت بتشوف سواء كان اونلاين بدقه عاليه جدا او كانت اوفلاين، حتشوف الدكتور قدامك ويشرح لك، وهتشتغل سواء وورك شوب او حتشتغل على مريض انت بنفسك اللي حتشتغل، فانت حتستفيد اكثر.
عدا الحالات اللي قلتها الأربعة إنك تشتغل dental assistant. طبعا كلامي هذا لا يعني إنه أنت ما تروح تشتغل، أو إذا كان عندك فرصة تروح تشتغل تستفيد. وكلامي أيضا هذا لا يعني إنه ما في استفادة من إنك تشتغل كأسيستنت مع الدكتور، ولكن في مصطلح ربما يبدو غريب على الناس، ألا وهو حاجة اسمها الشادوينج أو الأبرنتسشيب. الشادوينج هو عبارة عن إنه أنت عبارة عن دنتال أسيستنت كأنك، ولكن ما تعمل أي حاجة، ممكن تساعد في التصوير فقط، documentation للحالة، غير كذا أنت shadowing. وبالعادة shadowing you don't get paid and you get observe، يعني تيجي تحضر وتتفرج وتشوف الحالات هذه، فما تشتغل الشغلانات الثانية. والشادوينج بيكون عادة بسبب العلاقات صراحة أكثر وقت، إنه لابد إنه يكون عندك علاقات مع الأشخاص أو اللي أكبر منك، سواء وخصوصا المحظوظين اللي بيكونوا أبوه أو أخوه أو زوجته أو زوجها هو طبيب أسنان أو أحد أقربائه، فهذا بيخلي الشادوينج يعني مرة كويس، لأنه أنت لو حابب تشوف بروسيجر معينة فتقول له بس متى بتكون عندك هذه الحالة أنا ممكن أحضر وشوف الحالة هذه. طيب في أيضا حاجة اسمها قلنا الأبرنتسشيب هذه عاملة زي إيش؟ زمان كان الأطباء ما بيدرسوا في الجامعات، كان واحد طبيب فالواحد يروح معه يتفرج يساعده شوي، بعدين شوي يأخذ منه المهنة مدة 2 3 سنوات، بس بيكون شغال داخل الكلينيك بهذه الطريقة. نفس فكرة الحلاقين أو الحدادين، يعني الحدادة لا تدرس وإنما هي صنعة زي ما يقولوا تأخذ. فبنفس الفكرة هذه هي الأبرنتسشيب، وموجودة في بعض الدول إنك تسويها، يعني أنت تنزل بتساعد في كم عملية، بتاخذ راتب بسيط شوية، ولكن بتشتغل حالات شوية مع الوقت، حبة حبة، يعني simple cases و under supervision وحاجات زي كده. الكلام كله يؤدي إلى إنه يعني في أكثر من طريقة to get paid and work on the same time. في عديد من الناس برضه حيقولوا لي فكرة إنه الأسيستنت وإني فولو الدكتور نفسه، هذا بيخليني على الأمر الواقعي وأتعامل مع البيشنتس، وإنه كيف أتعامل مع المريض وكيف أقدر أتعامل مع الشخصية المختلفة وقيش. طبعا هذا بيفتح موضوع ديبيت كبير جدا صراحة، يمكن لو فتحناه ما حتخلص هذه الحلقة، ولكن باختصار بسيط يعرف إنه صاحب البقالة بيتعامل مع 1,000,000 شخصية، صاحب الحداد بيشتغل مع 1,000,000 شخصية، الطبيب بيتعامل مع 1,000,000 شخصية. فهذه عبارة عن حاجة بيسموها الكوميونيكيشن سكيلز. الكوميونيكيشن سكيلز ما شرط إنك تكون طبيب عشان تتعلمها، يعني طبعا أنت مهنتك سامية، لكن يعني عشان توضح لك فكرة الطبيب أو فكرة الكوميونيكيشن سكيل اللي هو لابد إنه أنت تحط في بالك إنه كيف تتعامل مع شخص يرفضك، شخص عصبي، شخص ما أدري إيه، شخص يعني كل حالات النفسية تبع المرضى. فهذه أنت بتكتسبها سواء كنت شادوينج أو كنت أبرنتسشيب أو كنت أسيستنت أو اشتغلت أي شغلانة من برا ثاني. هو الفكرة إنك أنت تتعامل مع العالم الخارجي، ما تكون قاعد فقط في البيت. وهذا تكلمنا عليه كثير في صفحتنا في الانستغرام dr.jamalfarhan، هتلاقوا إنه يعني تكلمنا كثير عن هذا الموضوع، وإنه لماذا أصلا صنعت المدارس والجامعات. فأتمنى إنه الحاجة دي تحطوها في بالكم. الكلام هذا أو المقطع هذا أو البودكاست اللي قاعدين نسجله إحنا عملناه علشان واحد عدم استغلال أطباء الأسنان، لأنه صارت الفترة الأخيرة ما يلاحظ في الإنترنت يوجد عرض وظيفي لدينتال أسيستنت. الشروط لابد أن يكون خريج أسنان. طيب الفكرة في أطباء دينتال أسيستنت في وظيفة، في كورسات بتدرس لناس يكونوا خلصوا الثانوية أو يكونوا ناس دينتال تكنيشن ما لقى شغل، فبيروح ياخذ شوية كورسات أسنان، يعني عبارة عن دينتال أسيستنت وبيجي يشتغل يعني. وعلى فكرة ممكن هذا يكون بيرمننت عنده، ولكن لا، هم من ناحيتهم بيتم استغلال هذه النقطة إنه أنا أبغى يعني
جرادويت. يعني واحد من الشرط إني شرحت لك إنك تكون طبيب أسنان أصلا، يعني خريج أسنان، يعني حتى ما يطلب دنتال ستودنت، لا أنا حابه يكون جرادويت. الأمر الآخر إنه يكون لود بيد، يعني حتى أقل من المبلغ اللي بيدفعه للدنتال أسيستنت اللي جاي أصلا وظيفته دنتال أسيستنت. هذا إذا كان يعطي راتب، في بعضهم ما بيعطي أصلا، في سبيل حجة إنه أنت جاي تتعلم. وهذه حجة للأسف باطلة زي ما قلنا. ما بالنهاية أنا بقدم سيرفيس، بغض النظر أنا بتعلم. ممكن أشوف طيب أنا ممكن ما أشتغل معك، أجي أشوف بس خلاص أوكي، لا تديني راتب ولا تديني أي حاجة، ولكن خليني أشوف مثلا. هذا لو اضطررت يعني. هذا لا يعني إنه ما تشتغل دنتال أسيستنت، هذا لا يعني أي حاجة من الكلام اللي أنا قلته. اللي أبغى أوصله لكم هو فكرة إنه 1 لا يتم استغلالك، 2 أنت طبيب أسنان، 3 دنتال أسيستنت هو جزء لا يتجزأ من مهنتنا، وأنا أعتبره الساعد اليمين لطبيب الأسنان، وليس تقليلا فيه أبدا. 3 إنه لما تروح قيس الكوست افكتيف تايم، قيسها بالنسبة لك، وعلى أساس أحدد. في كثير من الدكاترة ممكن تكون نيتهم طيبة، إنه حابب فريش جرادويت عشان يخليه يشوف ويتعلم، ممكن يخليه كمان يشتغل، فهذه تكون بلس له. أيوة هنا بتفرق معاه شوية. وكمان هو مستعد إنه كمان يجيب له بيج. أنا ما بعمم، ولكن هذه زي ما بيقولوا الخير بيخص والشر يعم، وللأسف اللي تم استغلاله الفترة الأخيرة كثير. فأتمنى تحطوا هذا الشيء ببالكم، وإن شاء الله ربنا بيفرجها علينا وعليكم إن شاء الله. نراكم في بودكاستات كلام صراحة إن شاء الله جديد، يعني قد يأخذنا طويلا، والآن أخذ مني 27 دقيقة. الكلام هذا أنا ما محضر له والله. وكمان البودكاست هذا اللي أنا قاعد أفكر أسويه وجاني كده الآن الساعة 42 دقيقة، يعني الساعة 2 بالضبط أنا بالفجر أو بالليل يعني عموما AM قاعد أسجل لكم هذا الموضوع. وبودكاست قد يستمر قد ما يستمر اعتمادا على تعليقاتكم. أتمنى تقولوا لي في خانة التعليقات أو في أي مكان تشوفوا هذا الحين المقطع أو تسمعوا، تقولوا لي نستمر في بودكاست ولا لا. اليوم تكلمنا عن دنتال أسيستنت، ممكن نتكلم المرات الجاية عن اختلاف الشهادات، إنه الماستر، الدبلومة، الدكتوراه، البورد، الزمالة، يعني المسميات هذه إيش الفروقات بينهم، ممكن نطرحها كموضوع ونتكلم فيه. ممكن نطرح موضوع اعتماد الشهادات، يعني الشهادات اللي تطرح عموما في أي مكان، فائدتها وغيرها. أنا طرحت كذا نوعية مقدمة بسيطة عليها أول في خلال هذا البودكاست. ما أدري أنت حتستفيد ما حتستفيد من هذا، بس أتمنى إذا استفدت وريني إنك استفدت، عشان هذا بيحفزني إني أسويه وأكمل. زي ما قلت لكم الوقت الحين قريب الفجر، وبس حبيت أقولها من غير سكريبت، من غير أي حاجة. موضوع حبيت أطرحه. ممكن نتكلم عن الماركتينج، ممكن نتكلم عن حاجات كثيرة. يمكن الحاجة الحلوة اللي عجبتني في فكرة البودكاست، الحين قاعد أسجل من الجوال من غير سكريبت، من غير أي حاجة، لكن ممكن نطورها. إني قاعد أتكلم وأنا مثلا منسدح، أنا نايم، أنا صاحي، أنا قاعد في أي شكل، أنا ما مهم أنا إيش لابس. وهذا بيسهل علي عملية إني أسجل وأعمل الحاجات دي وأقولها. بيسهل إن أنا ما محتاج إني أعمل مونتاج ونقصقصة للموضوع هذا. فأتمنى إذا عجبكم واستفدتم قولوا لي، ولا تنسوا تتابعوني على جميع التواصل الاجتماعي dr.جمال فرحان متصلة، دكتور.جمال فرحان متصلة. في أي من المواقع حتلاقون إن شاء الله. عندنا قناة في اليوتيوب بنشرح فيها كثير من مواد الأسنان، موجود عندنا كورسات مدفوعة بأسعار منخفضة كذلك، ولكن اليوتيوب راح يغني عنك إذا أنت ما قادر ماليا. كذلك إذا ما قادر ماديا وحابب تدخل أي كورس من الكورسات المدفوعة، تواصل مع المساعد وإن شاء الله يعني ما حيقصروا معك أبدا. تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي، هتستفيد بمواضيع أخرى جدا كثيرة إن شاء الله. وكما أقول دائما إنه زكاة علمي نشره، وفي السلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.